شكوى تم تقديمها الآن مفصلة مع إثباتات وبينات وأشرطة تؤكد التهديد بالقتل من قبل أيوب القرة لكل معارض لوالي قنوات، وإثباتات على دعم نتنياهو لتنظيم إرهابي يمارس التعذيب، وذلك بمخالفة الأمانة يعني المعاهدة الدولية لمنع التعذيب التي وقعت عليها دولة إسرائيل عام 1986 وتم المصادقة عليها بالكنيست عام 1991. نتنياهو عندما يدعم التعذيب، عندما يمارس خط نتنياهو التعذيب في السويداء بمباركة حكومة إسرائيل وبمباركة القوى اليمينية في إسرائيل، هناك سبب للتحقيق مع نتنياهو لماذا يدعم التعذيب بخلاف الوثيقة الدولية المعاهدة الدولية التي وقعت عليها إسرائيل عام 1986 والتي تم المصادقة عليها بالكنيست الإسرائيلي عام 1991. طبعا هذا المستند على تقديم الشكوى ضد هؤلاء الإرهابيين أيوب القرة ونتنياهو سوف نستخدمها في محكمة العدل العليا عندما نقدم الالتماس الذي نريد به إصدار أمر احترازي ضد حكومة فتيان التلال أن تكف عن دعم التنظيم الإرهابي المسمى الحرس الوطني لشفرات سلمان الهجري في السويداء. طبعا أيها الأصدقاء، هذه بداية النضال. غدا عندنا لقاء مع الصليب الأحمر، ولدينا لقاء مع كثير شخصيات في إسرائيل كي نمنع عمليات التعذيب والقتل التي يمارسها سلمان الهجري وقنوات ضد المعارضين والذين لديهم رأي آخر. تحية لكم أيها الأصدقاء والصديقات، ونكون على تواصل. طبعا هون هي الشكوى ضد نتنياهو ضد أيوب القرة، وإذا لم يتم ممارسة القانون وتطبيق القانون على هؤلاء الاثنين سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. تحية لكم وإلى اللقاء.